تطور الاحداث ربما نحو الاسوء. الاحتجاجات زادت يعني في وسط البلاد، خاصه كما قلنا قبيلي بعد السته بعد ما خرجوا التلامذه والتحقوا يعني بالمحتجين الاولانيين. اخر ما ثم هو يعني هجوم عدد من المحتجين على مقر بلديه بنزرت، ويعني نهب جزء معناتها من يعني المعدات اللي موجوده في وسطه. وكذلك يعني رصدنا عمليه يعني حرق حتى للرايه الوطنيه امام البلديه، وهذا اللي خلى عوان الامن بعد ربما يدخلوا اكثر شده استعمال يعني مكثف ربما للغاز مسيل الدموع. بعض الاهالي يقولوا هو استعمال يعني مفرط، وتو ثم حتى استعمال يعني للكرتوش المطاطي. وقبيل كان ثم واحد يعني تضرب كرتوشه مطاطيه قدام البلديه، وكانوا العباد يعني يتحلقوا حوله. حاليا الوضع هذا هو اللي موجود في بنزرت بعد القرار هذا، محاوله نتاع عديد الاطراف يعني لتهدئه الوضع، عديد وجوه القناع. فقط نشير ان انتشار يعني وجوه يعني من السياسيين المعروفين في بنزرت، سواء من المحسوبين على الترويكا والمحسوبين على المعارضه، كل يعني موجود ربما للغايه نتاعو في وسط الاحتجاجات هذه. والناس كل يعني معناها الكل موجود للغايه نتاعو، معناها على الاحزاب، معناها ربما القيادات الجهويه نتاع بنزرت موجوده. القيادات الجهويه موجوده يعني بكثره، يعني شفنا يعني العديد الوجوه المعروفه، وحتى الناس معروفين، حتى الوجوه يعني توجد حتى قبيل في الصور يعني ملتقطه يعني على الفيسبوك، عديد الوجوه يعني معروفه يراقبوا في الوضع هذا اللي احتجاجات كره لازم تتطور اكثر يا ابو بكر. احتجاجات كره وين بالضبط قلت لي معناها محصوره محصوره بالضبط يعني في مستوى بين البلديه وبين المنقاله وفين يعني البوسطه في بنزرت، يعني في قلب المدينه. قبيل ثم محاوله للدخول الى مقر يعني مركز البريد لهنا، والامن كان صدى لها. بعد حاولت العباد للبلديه ونجموا يدخلوا وسط البلديه حتى لين جاء يعني تعزيزات نتاع الامن وخرجوهم. بعد رجعوا المنقاله، وتو يعني بين القنطره وبين البلديه وبين المنقاله وبين البوسطه. قالوا لي من بكري فما اخبار عن اغلاق معناها القنطره نتاع بنزرت، تذكروها؟ اول شيء قاموا به هما مع 4:30 وقت اللي خرج القرار، الجمهور كان يجتمع يعني كالعاده وبين المنقاله شارع بورقيبه. جاء الامن وصارت يعني مواجهات اوليه، وكان ثم بومبه المواجهات. بعد لمت العباد ومشاو مباشره يعني الجسر المتحرك الغادي، وين يعني ثم جزء نتاع الشجره قاموا باشعاله، حطوه يعني في مدخل الجسر، وتم يعني غلق يعني الجسر امام السيارات. تحلت القنطره ولا؟ تو القنطره العباد تو تنجم تتعدى فيها، لكن يعني بشيء خوف ما توصلنا كل واحد بالكرامه نتاعو، لا افضل حاجه مراد باش نبداو فريمون ننقلوا للواحد كما هو معناها ما مدى خطوره هالشيء اللي قاعد يصير هذا؟ هل هو معزول معناها سهل السيطره عليه ولا معناها خطير؟ والله ربما كان سهل السيطرة عليه، كان ثم محاولة سيطرة من البداية، لكن في البداية ما فماش محاولة سيطرة. العباد ضدمت، وبتعرف وقت تبدا فما فول كيما هكا نخافوا منه. تو ليش يعني عنف يعني شديد سواء من الطرف هذا ولا من الطرف الاخر، ومعاه يعني تويته المغرب تقريبا. يعني انا خلطت في بنزرت تنجم هنا نصيف اخرى في ظلام الدنيا. رينا قبيلي بعض يعني العباد تجري وهازين يعني اورديناتورات يعني في بقويتهم، فما شكون يحكي على عمليه نهب في مغازه هنا قريبه. نعم. في بنزرت مازلنا ما نعرفوش يعني بالضبط يعني شوفهم. ذكروا هذا الاحداث هذه، احداث العنف هذه والتكسير والحرق وغيره على خلفيه القرار الرابطه. اكيد هذا على خلفيه قرار نتاع الرابطه، وديجا حتى من البارح العباد يعني كانوا متخوفين، وخاصه يعني بعد الاخبار اللي جات الصباح كيفاش يعني احباء اليد الافريقي كانوا حاضرين قدام الرابطه. ثم يعني شكون ياكد لكل قرار هذا جاهز، وفما شكون يعني خلينا نقولوا زوج شعارات المرفوعه اليوم في بنزرت هي لابد من استقاله وزير الرياضه ومكتب الرابطه والمكتب الجامعي. يحملوا هم المسؤوليه هذه، يقولوا كان فما برشا حلول، كان لازم يكون القرار هذا جاهز من قبل يعني القراءه. نعم. تكون والناس كل تعرف ربما هذوما اهم الشعارات اللي ترفعت اليوم، خاصه ان الجمهور البنزرتي يتذكر عام كان فما عمليه اعاده مقابله نتاع بن خلاد مع الفريق المنافس والترجي. اثناء ربما الجمهور يقول لك هذا سيناريو جديد ومحاوله حرمان مره اخرى للنادي البنزرتي باش يعني يلعب